السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الجمال على كل حبايبنا في كل مكان. أخطاء بتسبب ضعف الزغاليل وكمان موت الزغاليل في عمر اللبا. الناس اللي بيموت منها زغاليل في عمر اللبا اللي هو عمر الأسبوع الأولاني، وكمان الناس اللي هي الزغاليل بتطلع عندها ضعيفة جدا، وكمان زغلول كبير وزغلول صغير. كل المشاكل دي إن شاء الله تعالى هقولها لك سريعا كده. ولكن يا شباب ندعم الفيديو بلايك، وطبعا قبل اللايك زي ما متعودين نصلي على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا الاولين والاخرين. اول حاجه يا شباب، اول نقطه، اول الزغاليل ما بتطلع عندنا من الحصى. الزغاليل دي بتبقى محتاجه رعايه مهمه جدا ان انا اعمل كده مع الزغاليل. الزغاليل ديت ممكن تموت بسبب الكنكر. الكنكر ده اللي هو بتنقل عن طريق تلوث الميه، فمهم جدا لما يكون عندي زغاليل كتير جدا ان انا في المكان عندي لازم انضف مسقه الميه يوميا واغير الميه يوميا. دي حاجه لا خلاف عليها، تمام كده، لان الميه ديت ممكن تسبب تلوث للزغاليل، والزغاليل في العمر ده ما بيبقاش عندها مناعه مطلقا، فالزغاليل ديت ممكن تموت منك. طيب اول اعمل ايه؟ طيب اول زغاليل بتطلع من الحصى، اول حاجه لازم اول ازازه فلاجيل وادي 5 سنتي فلاجيل على اللتر الميه. لازم اعمل كده، لان الفلاجيل طبعا مطهر للامعاء، لو في اي امراض ولا حاجه فالفلاجيل ده بيقضي عليها، وكمان قاتل لمرض الكنكر. ما بيخليش الحمام الزغاليل ديت ان هي تموت بسبب مرض الكنكر، لان اكتر حاجه بتموت الزغاليل في العمر ده اللي هو مرض الكنكر. ده اول سبب. السبب التاني، الزغاليل ديت ممكن تموت وما تكملش معاك بسبب جواز الاخوات اللي انت مجوزهم لبعض، لان سبب جواز الاخوات ده بسبب موت الاجنه. يعني انت عندك حمام وطبعا بتربي حمام بقالك فترات طويله، وما انتش عارف الزغاليل ديت بتموت من ايه. الزغاليل بتطلع وتلاقي فجاه ان الزغاليل دي ميتة عمر يوم واتنين، فانت مش عارف الزغاليل دي بتموت من ايه. ده سبب اساسي ان انت بتبقى مجوز حمام في اخوات لبعضه. هو مش بيحصل في كل الاحوال، ولكن بيحصل ان طبعا بسبب جواز الاخوات بتلاقي موت الاجنه، وكمان بتلاقي ممكن كبس في البيض، ممكن الزغاليل ما يكملش ان هو يطلع، وممكن الزغاليل يطلع عندك طبعا مكسح، ممكن الزغلول يطلع عندك يعني مش مكتمل. الاشياء دي كلها بيعملها سبب ان طبعا لازم ان احنا نغير الدم وما نجوزش الحمام اخوات لبعض. طيب لو انا بقى عايز الزغاليل ديت بتاعتي تبقى بصحه كويسه، عمر الاسبوع او عمر 15 يوم الاولين ديت اسمها مرحله تاسيس الزغلول. لازم انا اسس الحمام بتاعي، لان ال 15 يوم الاولين ديت مهمين جدا في العمر ده. طيب هعمل ايه؟ اول حاجه لازم انضف العش ده باستمرار. مش هنضفه بقى كل يوم، لا، كل 3 4 ايام لما الاقي العش طبعا مش نظيف ابدا ان انا انضفه. لان اللي بيبقى فيه لما العش بيرطب او بيبقى فيه اخراجات كتير، فالعش ده بيحمل بالفيروسات وبالامراض اللي هي ممكن تموت الزغاليل ديت وتسبب ضعفها كمان. طيب نظف العش، دي حاجه اساسيه. طيب بالنسبه بقى للحشرات اللي هي بتبقى فيه حشرات كده تحت الحمام وفي مكان العش، الحشرات ديت بتتغذى على دم الزغاليل، فمهم جدا ان انا امنع الحشرات ديت برضه عندي. طب همنع الحشرات ديت عندي ازاي؟ في حاجه اسمها ملاسيون، ان انا برشه. طبعا ملاسيون ده بيطري، هتلاقيه موجود عند اي بيطري، يقول له انا عايز ملاسيون بس، ارشه تحت العش او ارشه تحت الزغاليل، وارشه في الاركان. ده هيمنع اي حشرات عندك من اللي هي الرفيعه ديت ان هي تنتشر في المكان عندك، لان الحشرات دي زي ما قلنا بتمص دم الزغاليل وكمان بتخلي الزغاليل عندك ضعيفه، فمهم جدا ان انا اعمل كده. طيب لما الزغاليل تعدي العمر الاسبوع الاولاني لازم ادي برضه فلاجيل، لان الفلاجيل ده يعني مهم جدا. والله العظيم كنت بسال دكتوره صيدلانيه، فبقول لها بختبر معلوماتها، يعني هي ما شاء الله كلها علم، ولكن يعني انا بسالها على شيء يعني شايف نفسي يعقوب يعني. فبقول لها انا عندي زغاليل ضعيفه وعندي حمام بيمرض، فعايز اعرف علاج للحمام ده. قالت لي العلاج اللي احنا درسناه الوحيد واللي احنا كلمونا عنه عن الطيور طبعا هو الفلاجيل. فمن اهميه الفلاجيل انا بكلمك عنه باستمرار، لان الفلاجيل ده ما ينفعش ان هو ينقطع عندك مكان. ففي عمر الاسبوع الاولاني لازم ادي فلاجيل للزغاليل عشان الزغاليل ديت ما تموتش مني، وكمان تبقى صحتها كويس. طيب بعد ما عدي الاسبوعين الاولانيين معاك طريقه من الاتنين. لو انت عايز تذبح الزغاليل ديت لازم ان انا اعرف انا بربي حمام ليه. انا بربي حمام عشان اذبحه، ولا بربي حمام عشان ان انا اطيره وافرح بيه والقصه دي كلها؟ طيب لو انا هذبح اعمل ايه؟ ااكل يدوي، اقطف الزغاليل ديت من تحت الاهالي واكلها يدوي. هتلاقي الزغاليل عندك حجمها كبير جدا. طبعا البادي ده وكسر العيش ده، يعني كسر العيش ده فيه خميره اللي فيها بكتيريا نافعه، وكمان البادي بيبقى فيه بروتينات عاليه جدا، فهتخلي الزغاليل تسمنها معاك بطريقه رهيبه جدا. طيب لو انا بقى عايز اخلي الزغاليل ديت في المكان عندي، ان انا طبعا اطيرها عندي، اكلها حبوب
مبلوله. يعني ايه حبوب مبلوله؟ يعني اجيب فول مثلا واجيب ذره ابله في الميه نص ساعه تقريبا، وابدا ان انا اجيب الحبوب ديت وان انا ازغطها للحمام او احطها في طبعا الحصاله او في فم الحمام. وممكن ان انا اضرب الاشياء ديت برضو في الخلاط بعد ان هي مدبوش كويس، اضربها في الخلاط واكلها برضو عن طريق الزغاطه، بتخلي الزغاليل عندي صحتها كويسه جدا. ده فيديو شباب بقى سريع، مش عايز اطول عليكم. يا رب يكون الفيديو قدم لكم معلومه. ان شاء الله تعالى اوعدكم فيديوهات قويه جدا المراحل القادمه. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.